بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. أعزائي الأصدقاء الأحباب المشاركين والمتابعين، مساء الخيرات عليكم جميعا وتحياتي ليكم جميعا. في البداية نروح على اللايك والكومنتات والشير، ونصلي أنا وإنت على حبيبنا سيدنا محمد الهادي البشير. بسم الله وتوكلنا على الله. هنتكلم النهاردة أو الليلة في بند مهم جدا عن اتحاد الكرة المصري، أو بالمسمى الجديد مغارة الجبلاية. تمام؟ وده عشان كل المصريين امبارح زعلانين ومتضايقين وقرفانين وطهقانين. كل المصريين اللي هم لهم في الرياضة واللي بيفهموا كورة، ونسبة كبيرة من المصريين بتفهم كورة وبتحب الكورة وبتحب النادي الأهلي وبتحب الزمالك وبتحب المنتخب أكتر، زعلانين وغضبانين وأنا واحد منهم. لما النهارده نشوف اتحاد الكورة أو مغارة الجبلاية بتسقط الكرة المصرية تحت معيتهم وتحت رعايتهم بكل الأعمار السنية، تعالى من فوق، من المنتخب الكبير للناشئين للشباب للي زي ما انت عايز تقول انتهت. مفيش أي مشاركة دولية ولا محلية ولا مهلبية ولا ملوخية لأي منتخب من منتخبات مصر الرياضية في أي عمر من الأعمار. للأسف منظومة فاسدة ومفسدة، وريحتها بقت وحشة جدا جدا. منظومة جت مخصوص شعارها الفساد وعدم الإصلاح. عملتوا إيه من يوم ما حضراتكم وصلتم وقبل كده؟ عملتوا إيه؟ لا رحنا قطر ولا رحنا إفريقيا ولا رحنا عرب ولا رحنا في أي حتة مهما ولا حتى دورة رمضانية في بنجلاديش، ما رحناش. لأن المسؤول عن الرياضة ملوش في الرياضة، للأسف ملوش في الرياضة. الحاج جمال علام، مع احترامنا الشخصي لشخصه وخصوصياته وحياته، ملناش دعوة. احنا بنتكلم على أي واحد في المنظومة كشغله. انت جاي هنا تشتغل واحد اتنين تلاتة، مش قدها سلامات، مع السلامة. بس مين اللي بيحاسب؟ مين يا خالي اللي بيحاسب؟ مين يابا اللي بيحاسب؟ ده احنا بنقول دوس وما يهمكش، ولا تقول لي جماهير الاهلي حماه، ولا تقول لي جماهير شعب الاهلي العظيم. دوس يا عم وما تقلقش، احنا معاك وراك، واخترناك يا علام انت والشله بتاعتك كلها، العطار ودياب وبركات وحزومه اللي مشوهم كلهم وراه. حازم امام شخصيه خبيثه جدا، خبث السنين في هذا الشخص، اقسم بالله، وكلام اتحاسب عليه. بركات بتاع هزار واونطه ومالوش فيها وما تاخدش منه حاجه. ده رندلي طالع من الاهلي غضبان وقرفان وطهقان وعايز يعمل اي حاجه تهد الاهلي. هقول لك مين ولا مين؟ متعب بقى. الاستاذ احمد دياب واخده تحت باطه وسلامات، ما تاخدش منهم حاجه. الناس دي المفروض، او اللي قبلهم، من بعد ما انتوا عارفين، قبل ما اخش في الحته دي،
انتوا عارفين الانجاز الوحيد بالنسبه لهم، لانهم هم فساد، وما يعملوا حاجه فساد يبقى انجاز بالنسبه لهم، ان العطار صاحب الواقعه بتاع الخطاب بتاع الجواب اللي اخفاه حطه في الدرج وسلامات وقفل عليه وطنش. هو ده الانجاز اللي عملوه في حياتهم، لان هم فاسدين. الراجل الفاسد ما عندوش لا ذمه ولا ضمير، ما حدش يكلمني. انت فاسد في شغلك يبقى ما عندكش لا ذمه ولا ضمير، بتشتغل من تحت لتحت وما عندكش اي حياديه نهائي. هو ده الانجاز الوحيد في 22 بالنسبه لاتحاد الكوره، بالنسبه للفسده اللي موجودين في اتحاد الكوره. هو الجواب بتاع نهائي افريقيا، الاهلي والوداد، ولكح ولا اسمه ايه، لجح ولا اسمه ايه اللي بتاع المغرب، رئيس اتحاد المغرب، اداهم كلهم على قفاهم. ومحدش نطق ومحدش بيحاسب. انت ما تحاسبش الناس ده ليه يا عم؟ وفلوس راحه وفلوس جايه، وتحت معيه وزير الرياضه الزملكاوي، وزير الرياضه للزمالك للالعاب الرياضيه. الزملكاوي معروفه علنا كل تصرفاته والفلوس والدنيا والاحتواءات، ومعلش وهنعمل وهنسوي، معروفه للداني والقاصي، واللي بيفهم واللي ما بيفهمش. احنا لا بنخبط ولا احنا بنقول حقايق، حقايق للعلن، والناس كلها عارفه. مش انا اللي عارف بس، ومش انا اللي بقول بس، كل الناس عارفه. بس فين الحساب؟ فين العقاب؟ هتخلونا نقول من آمن العقاب أساء الأدب، قولا واحدا، قولا واحدا. الناس دول يا حضرات، مغارة الجبلاية وما فيها. انتوا عارفين شعارهم؟ يعني يمكن لما تخش اتحاد الكرة كده تلاقي على الابواب وعلى الجرام شعار اتحاد الكرة او مغارة الجبلاية: إعاقة الأهلي وإسقاطه. إعاقة الأهلي في أي دورات، في أي محافل دولية إفريقية أو كأس عالم أو وإسقاطه محليا بالدوري والكاس. الأهلي ما لم ولن يسقط أبدا. وإذا وقع السنتين اللي فاتوا دول يا جماعة، أنت يا عم علام، أنت عطار، الأهلي سقط. ولو كنا حتى في أسوأ الظروف بالنسبة للفريق ما كناش هنخسر. أنا عارف، أنا راجل ربما إلى حد ما بفهم كورة، ما كناش هنخسر. إنما الدوري راح سنتين ورا بعض بفعل فاعل حقير، وعلى رأسهم الحكام والاحتواءات وي والجماعة اللي قاعدين على الفار اللي بيجري وبيلعب ده، يعمل اللي على كيفه، يطلع هنا ينط هنا على كيفه. إلا الأهلي ماليش دعوة بالأهلي، أي حاجة الأهلي ما اتعادش، أي جمهور الأهلي ما تسلطش الضوء عليه. إنما لحد تاني تتعاد مرة واثنين وثلاثة، ونقعد 3 دقايق وربع ساعة ننام لما يصحونا. فساد، فساد في كل حته، ما عادش في الجبلايه. ما حدش يقول لا ما فيش، لا في والناس كلها عارفه. الناس دي جايه عشان توقع الاهلي وتسقط الاهلي. الاهلي المؤسسه الوحيده في مصر اللي شغاله بمنتهى الاحترافيه، اللي قال عليها الكتاب المؤسسه الناجحه. عشان انت فاشل وفاسد بتحارب النجاح، بتحارب اللي احسن منك وافضل منك. ومفيش حساب. نجح المفروض يترفع على فوق، على الراس من فوق. إدارة ناجحة بترفع علمك وعلم مصر في المحافل الدولية وفي أفريقيا وهنا وهنا، وميداليات وشغلانة كبيرة. شجعه وكرمه، كيان محترم، جمعية عمومية راقية ومحترمة
جمهور واعي وما بيغلطش. وهتقول لي عشان شويه الجماهير اللي انت بتعدهم، فالح تعد دول، وقبل كده الجماهير المصري والاسماعيلي يلا حصل في الاتوبيس وهنا وهنا وهنا، والزمالك تشتم وده يشتم وشيكابالا يعمل لنا مش عارف ايه، كل ده انتوا ما بتشوفوه. طلعت عديت كام نفر بالنفر؟ 887 ولا 987. ده انت جامد يا راجل، ده انت فاجر. اي أيوة والله. امال ما بتحاسبش الناس التانية ليه؟ كله جاي على الاهلي. عنده رئيس محترم، الخطيب محترم، غصب عن الزنطور محترم ومؤدب. انت عارف احنا الخلطة السرية اللي بيننا وبين الخطيب ايه؟ كجمهور مش انا بس. الخطيب ذكي جدا جدا، وإدارجي درجة أولى، واد معلم. الخطيب في كل كلامه عارف ان اهم عنصر في منظومه الرياضه بالنسبه للكيان وللاهلي هو جمهوره. فعشان كده عمره ما غلط في واحد بس من جمهوره، وطول عمره بيتكلم يقول لك الجمهور في قلبي جوه عينه وعلى راسه. طب الراجل ده نعمل فيه ايه؟ ده احنا نشيله على الراس ونقول له كمان وكمان يا محترم، يا ابن الاصول، يا مؤدب. ما انتش هجاص ولا جعجاع ولا فلاتي ولا قليل الادب ولا سباب ولا لعان ولا شتام. حتى احنا كجمهور ما نقبلش حتى لو الخطيب فكر انه يرجع ينزل للمستنقعات دي والبكابورتات دي. اعزه الله واعزنا جميعا. هنقول له حاسب عندك يا ريس، اطلع يا اما تسيب مكانك وتوكل على الله. الخطيب ما فيش على راسه ريش، ولا اي واحد على راسه ريش مقابل الكيان. انت عارف الخطيب على راسه ايه؟ جمهوره. وده اللي خلانا بنعشق الراجل، لانه بيحترمنا مقدرنا. اللي يقدرنا قدره يا اخي، اللي يحتقرني ويقعد يقول لي مش عارف ايه وكاني وامك وابوك وخالتك وكنت لابس شبشب ايه وانت جاي منين وعشان ايه، لا ما انت بالسلام انت واللي جابك. احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا احترام متبادل. وعشان كده الخطيب كبير محترم، كتلة من الاحترام ماشية على الأرض، كتلة من الاحترام ماشية على الأرض. الاحترام بيجري وراه كده من كل النواحي، أبو يروح يتشعلق في كتافه. زي ما الأهل نعمة، الخطيب نعمة ورزق كبير. أنا بس حبيت أبين إن مغارة الجبلاية كانت كل مهمتها إسقاط الأهل والدفاع عن الزلنطحي وعن ناديه، عن طريق دياب وعن طريق العطار وعن طريق ابو خيبه اللي فوق اللي ممشيهم زي العرايس. هو ده استاذ الفساد اللي في مصر. والباشا بقى وسيديهاته بقى والله معاه هو وهم بقى ناس عالمين بحالهم بقى ايه. الزغاريت جنبينا اهي بخير اهو، ربنا يبارك في الاهلاويه كلهم ويفرح الجميع. ها حاجات بقى احنا ما نعرفهاش بقى، الحاجات المقرفه دي ملناش فيها. هم مع بعض بقى مع بعضيهم. انما عايز اقول انقلب السحر على الساحر. سبحان الله، ربك قادر ومقتدر وقدير. بيسيبك تفسد ماشي، بس جاي لي تعالى لي في حته كده بقى وتعالى لي وهتقع وهتبان وهتتفضح. اهو امبارح سقطت الرياضه المصريه. لا احنا لا شمتانين ولا ده احنا قرفانين وزعلانين ومتعكننين ومتضايقين. احنا ليه ما نروحش قطر؟ عشان عندنا منظومه فاشله. قول لي مين في اتحاد الكره اللي بركات وغيره الرئيس اتحاد الكره مالوش فيها اصلا. ما رحناش قطر ليه؟ ما رحناش افريقيا ليه؟ الشباب ولا الناشئين ما رحناش اي محافل دوليه ليه؟
ايه اللي ينقصنا؟ هتقولي لعيبه؟ لا، عندنا لعيبه، عندنا منتخب 10/10. عندنا صلاح، تريزيجيه، مرموش، مصطفى، محمد شريف، شادي، سولية، حمدي فتحي، طاهر، بسم الله ما شاء الله، شحات، عندك الونش، عندك زيزو، عندك امام، ناس كتير من كل النوادي. عندنا نجوم، وعندنا ممكن منتخب 10/10. بس الإدارة هي اللي فاشلة. المدير الفني واللي بيختار المدير الفني فاشل، ملوش فيه. هتقول لي حزومة ومندومة وأبو زلومة؟ لا، أنت عايز بقى تجيب مدير فني صح، وزي ما الكتاب بيقول، تعال لنا بقى وروح عند الرئيس الكبير، روح للخطيب، روح للأسطورة. أنت عارف الأسطورة اللي بتحرق ناس كتير قوي، بتجيب لهم تسلخات وحاجات كده، مش وهش في نفخهم. الاسطوره، روح للاسطوره ويجيب لك مدير فني 10/10. انما اختيارات زباله لما وقعتوا الرياضه كلها، وتحت معية وزير الرياضه، واحد قرفان ومتضايق، مش عارف الناس دي ما بتتحاسبش ليه. الناس دي كانت تمشي من بعد الجواب اللي حصل، وحصل بنهائي افريقيا مع الوداد. الناس دي كانت تمشي، ما نشوفش سحنة اي واحد فيهم. انما لا، من آم من من آمن العقاب زي ما قلت أساء الأدب. قول يا عم واحنا وراك، ما تعملش حساب لأي مخلوق. لكن في الآخر إن شاء الله هتمضى، بعون الله ومشيئة الرحمن هتمضى. الناس اللي بتخاف على البلد دي وعلى الرياضة دي، أنا عمري ما كرهت نادي الزمالك أبدا. أنا كرهته في الفترة اللي مسك فيها الزمنطح، ولو كان راجل محترم ومؤدب وشايف شغله صح وماليش دعوة بحد كنا احترمناه. أنا عمري ما غلطت في رمز من رموز الزمالك. حسن شحاتة وفاروق جعفر وأحمد رفعت وأبو رجيلة والناس الكبيرة، الناس المحترمة دي على راسنا من فوق. عمرنا ما غلطنا في حد ولا نغلط. بس تعالى لي، لو غلطت مش هنسيبك، هنرد عليك بنفس أسلوبك، وعندنا ألفاظ تفوق ألفاظك. بس احنا لا يمكن، احنا ولاد أصول ومحترمين ومنتمين لنادي محترم وكبير وعظيم، عنده إشادة من كل دول العالم. انت جاي من على الفيفا، من على المحطة كده، من على الفيفا وانت جاهز. الخليج وإفريقيا وأوروبا وكل دول العالم بتحتفي بيه وبتحتفل بيه وبتقدره وبتديه قدره من الاحترام. واحنا عشان كده نمبر 1، وعشان كده الأهلي قمة. الأهلي قمة، وجماهيره معاه وفي ظهره وحماه، ومع رئيسه وإدارته وكل من ينتمي للنادي الأهلي. احنا معاه في الحق وفي الأصول وفي الأدب والاحترام. ملناش في التهييس وكلام ملوش أي 30 لازمة. الأهلي لا يمكن في يوم من الأيام ولو للحظة إنه يقع أو يسقط. قبل ما أسيبكم بقول لكم قناة اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب، تشرفوني وتسعدوني بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس واللايكات. الأهلي رزق كبير ونعمة كبيرة أوي أنعم علينا بيها ربنا. يا رب
زدها نعمة واحفظها من الزوال. تصبحوا على خير.